هاد السفاحة حمقات البوليس لسنوات طويلة، عياو ما يقلبوا عليها، ولكن كدير الجريمة ديالها، كتضرب الضربة وكتهرب، ما كيبقاوش يلقاو ليها الآثار. هاد السفاحة غادا تحمق البوليس لسنوات طويلة، كتضرب الضربة ديالها، كدير الجريمة اللي بغات وكتغبر، ما كيبقاش ليها الآثار. البوليس ما كيقدروش يعرفوها فين مشات. هاد السفاحة كانت عارفة اشنو كدير بالتدقيق والتفصيل. ملي كدير الجريمة كتغبر لسنوات، عاد كتعاود ترجع دير جريمة واحدة أخرى من بعد ما غيكونوا البوليس نساوها. هاد السفاحة كتختار الضحايا ديالها بعناية، كتعرف النوع المحدد اللي خدام ليها وسهل. القصة ديال اليوم قصة حقيقية ومشوقة بزاف، وكيف ما العادة قبل ما نبداو وجد القهوة ديالك أولا الكيكة ديال اتاي، ما تنساش دير لايك وتشارك في القناة إلا مازال ما مشاركش، وتكونسونطرا معايا مزيان باش ما تفوتك حتى شي لحظة في القصة. نهار 16/5/1993 واحد الرباعه ديال العيالات غاديين يمشيو بواحد الطريقه مداشره عند البوليس. فاش وصلوا كيبانوا مداشرين بحال الا دايرين شي مصيبه ولا واقع عليهم شي كارثه. غادي يشوفوا واحد المفتش غادي يقرب عندهم وغيسولهم، غيقول لهم مالكم شنو واقع عليكم. غيبانوا ليه هاد العيالات مداشرات بزاف، على ما كيبان عليهم انهم تالفين. غادي يقولوا ليه اودي واحد جارتنا راه حنا ديما كنجلسوا معاها وكنجلسوا حدا الدرب وكنبقاو نتعاودوا وكنتصارفوا مع بعضياتنا تمايا في شويه العطريه شويه الخبز لا ناقصه شي حاجه من عند شي حد، ولكن هذه 4 ايام جارتنا ما بقاش بان ليها الاثار، حتى الباب ديالها مسدود وملي كندقوا عليها ما كيجاوبنا حد. اودي حنا تشوشنا على ديك السيده وجينا نديكلاريو. والشي اللي خلانا اننا نجيو نديكلاريو هو ان الدار ديالها اللي مسدوده خارجه منها واحد الريحه كريهه. خفنا لا ديك الجاره ديالنا تكون واقع عليها شي حاجه ولا ماتت الله يحفظ ولا هذا، وما سايقينش ليها الخبار. ملي داك المفتش سمع ليهم مشى قيد معاهم المحضر ومشاو معاهم لهديك الدار. فعلا كيدقوا حتى شي حد ما كيحل عليهم، والريحه اللي قالوا عليها فعلا كاينه وسط الدار. هنا غادي يسولوا الجيران، حتى الجيران غادي ياكدوا لهم نفس الشيء. كيقول لي ما ودي راه كنشموا الريحه ولكن السيده راه ما بقاتش بانت لينا شي 3 ايام ولا 4 ايام هادي. هنا البوليس غادي يخصهم امر من النيابه العامه باش يفرقعوا الباب ديال الدار ويدخلوا يشوفوا شنو واقع. وفعلا هادشي اللي وقع، غادي يفرقعوا الباب وغيدخلوا، وهنا غتكون الصدمه الكبيره. ملي دخلوا كيتفاجئوا ان المراه طايحه على ظهرها وغارقه موت. كيزيدوا يقربوا منها شويه باش يشوفوا شنو واقع، فاذا بهم كيلقوها مذبوحه من العنق كامل، يعني من الودن حتى الودن. هنا البوليس غادي يستدعيو الفرقه ديال التشخيص القضائي. الفرقه غادي تاخذ الادله وغترفع البصمات، واكتشفوا ان المريو مقلوب والدنيا مخربقه، بمعنى ان المراه دخل شي حد سرقها ومن بعد قتلها. ولكن شكون غادي يطمع في مرأة اللي في عمرها 73 عام؟ هنا البوليس غادي يعمقوا البحث وغادي يبداو كيبحثوا في الجيران وحتى في العائله ديال مباركه بحال الا قلتي في هذاك الدرب كانت مقطوعه من شجره، ما كان كيجي عندها حتى شي واحد. عندها واحد خوها ولكن كيسكن في مدينه اخرى بعيد عليها وما عندوش معاها اصلا، ما كيجيش عندها. هنا البوليس بداو كيسولوا واحد بواحد، مشاو عند الدرب عند موالي الحوانت فين ما كيدوروا حتى غادي نتلاقاو مع واحد جروب ديال الوليدات الصغار كيخرجوا ديما يلعبوا تما. واحد الولد تمايا في عمره 7 سنين غادي يقولوا ليه ودي واش شفتي شي حد دخل عند هذيك المراه مباركه اللي ماتت؟ غادي يقول لهم هذاك النهار شفت واحد المراه طلابه كانت تمايا، هاد الطلابه هادي راه ضاربه واحد النقاب واحد جليليبه وجرى معاها واحد كريريسه ولا هازه شي قفه. حنا كنا كنلعبوا هنا راه شفت هذيك المراه. هنا بحال الى البوليس شدوا راس الخيط، على من كنقلبوا على مراه منقبه لحد الساعه عارفينش واش هي اللي قتلات ولا ماشي هي، ولكن لحد الساعه الادله كتقول ان المراه منقبه شافوها الدراري. هنا البوليس غادي يعمقوا البحث وغادي يركزوا فقط على مراه منقبه طلابه كتكون كديح في الدروبه. وما يقلبوا والو، ما كايناش حتى شي مرة تما بنفس المواصفات ديال هاد السيده هادي. ارى لي الاخ ديال مباركه سمع باللي مباركه ماتت وقع ليها. غادي يشد ترونسبور وغادي يجي يشوف اختو ويشوف شنو واقع، وغير غادي يقرقبوا عليه البوليس ولاو كيشكوا في كل شيء. شدوه باش يحقوا معاه ويعرفوا ربما تقدر تكون عنده شي علاقه مع مباركه وبغى يتأر منها ولا شي حاجه هكا. ولكن في الاخير من بعد البحث بان ليهم باللي ما عنده حتى شي علاقه بهذه الجريمه هذه. سولوه واش كيعرف شي مراه طلابه ولا شي مراه بهذه المواصفات هذه؟ قال لهم والو، ما كنعرف حتى شي حد من العائله بهذه المواصفات. هنا البوليس عياو ما يقلبوا او كيقلبوا حتى طاب قلبهم، بمعنى انهم بغاو يحماقوا. واش هاد السيده مراه ما كان راجل بعدا نقولوا راجل واعر وذكي وقدر يهرب منا، ولكن مراه قدرت ديرها بينا. المهم غادي يخرج تقرير ديال البصمات وغادي يجيو يشوفوا يكتشفوا شكون مول الجريمه، فاذا بهم ما كيلقاو حتى شي بصمه خارجه على مباركه وهذوك الجارات اللي كيدخلوا عندها للدار، بمعنى ان اللي قتل ذكي وعارف شنو كيدير مزيان. هنا البوليس عرفوا من الاخ ديال مباركه بلي مباركه كانوا عندها بزاف ديال الفلوس والذهب
وكانت مخبيه في الدار تما بحكم انها كانت خدامه شحال هادي. هنا غيتاكدوا ان هاد الجريمه هادي دارت بدافع السرقه، يعني اللي دخل عند باركه وقتلها دخل باش يسرقها ويدي لها فلوسها وصفها ليها ومشى. من بعد عام ديال البحث المعمق وهاد الروينه كلها، البوليس ما غادينش يطيحوا على شكون اللي قتل مباركه، غيسدوا هاد القضيه والجريمه غادا تسمى بسميت مجهول. حتى العام 1997 واحد النهار واحد البنت غتمشي للكوميساريه غادا تحماق، كتبكي كتقول لهم امي قتلوها امي قتلوها امي قتلوها. اودي غير تكالماي شويه نعرفوا شنو واقع، قولي لنا شنو واقع امي. البوليس حاولوا انهم يكالميو ديك البنت غا باش يعرفوا شنو واقع. فاش كالمت البنت واحد شويه غادا تقول لهم اودي انا ساكنه حدا ميش بعيده شويه، كنجي عندها من السيمانه للسيمانه كنضرب عندها طليله ونشوف لها خاصها شي حاجه وندير لها الميناج وكنمشي في حالي. وجيت هاد المره هادي دقيت عليها ما جاوباتنيش، قلت ربما خرجت تقدا ولا مشات تشوف شي حاجه مع صحاباتها. حليت الباب بالساروت اللي عندي ودخلت. مع الحله ديال الباب كنلقى امي مذبوحه ومقتوله. هنا البوليس غادي يهزوا السطافيت وغادي يمشيو كيجريو لعين المكان. غير غادي يدخلوا غيلقاو السيده اللي هي عايشه ميته وغارقه في الدم ديالها. ولكن كاينه واحد الحاجه مشتركه اللي هي نفس الذبحه اللي دارت من العنق، والدار حتى هي مبقشه ومرونه، بمعنى ان هاد الجريمه هادي دارت حتى هي بدافع السرقه. شكون؟ الله اعلم. هنا البوليس جمعوا الادله وخرجوا كيف العاده يسولوا الجيران، يسولوا العساسه، كيسولوا دار بدار عساس بعساس باش يعرفوا شكون مول هاد الجريمه هادي. غادي يبقاو كيسولوا حتى غادي يتلاقاو بواحد الراجل اللي غيقول لهم واحد المعلومه غتصدمهم وغتغير المجرى ديال البحث رأسا على عقب. هذا الراجل هذا راجل مسن، كيمشي للجامع يوميا، كيمشي يصلي الظهر العصر المغرب العشاء وكيدوز من ديك الزنقه اللي فيها عيشه. قال لهم اودي البارح مع جوايه ديك 12:30 كنت غادي الجامع باش نصلي الظهر، بانت لي حدا هاد الدار هادي واحد الطلابه لابسه النقاب ضاربه واحد جلابه كحله واحد البلغه صفراء، ولكن فاش صليت الظهر ورجعت ما لقيت لا طلابه لا والو. البوليس هنا فاش سمعوا هاد المواصفات هادو غادا دير لهم في راسهم الطن. هنا غيتصدموا وغادي تفكروا الجريمه ديال عام 1993، السفاحه المنقبه اللي حتى هي لابسه النقاب والجلابه وهاد المواصفات كلهم رجعات عاوتاني، وهي اللي دارت هاد الجريمه هذه تقريبا. والراجل راه عطاهم نفس المواصفات اللي تعطات عام 1993. الغريب في هاد الشيء كامل هو انه فاش كيسولوا الناس حتى شي واحد ما عارفها او لا شافها. اشنو غتكون هاد السيده؟ واش جن اولا كدير الجريمه وكتبدل الشخصيه ديالها؟ ما يمكنش، شافها غير راجل واحد. هنا البوليس غادي يبغيو يحماقوا، غادي يكتفوا البحث، غيعمقوا البحث وغادي يقلبوا في كل بلاصه في هذيك الارجاء، ولكن عاوتاني ما غادي يقدروا يلقاو حتى شي دليل، والقضيه غادا تسد والجريمه غادا تسد ضد مجهول. ما علينا، غادا تدوز سنوات حتى العام 2000. واحد النهار مع 5:30 بالضبط غادي يصوني التليفون عند البوليس واحد البلاغ باللي واحد السيده ميته في الدار ديالها. هنا البوليس غادي يمشيو كيجريو باش يعاينوا الجريمه. هنا ملي مشاو غادي يلقاو نفس المواصفات ديال الضحايا ونفس الطريقه ديال القتيل. يعني هنا البوليس راهم قدام واحد القاتل متسلسل كيضرب الضربه ديالو وكيغبر لسنوات حتى كينساو البوليس وكيعاود يرجع يضرب الضربه ديالو. البوليس عرفوا ان هذا القتال هذا كيختار غير العيالات الكبار تقريبا في نفس هذيك لازون، والعيالات اللي ساكنين بوحدهم اولا معاهم شي حد ولكن ما كيبقاش معاهم طول النهار. هنا البوليس غادي يزيروا القضيه مزيان، غادي يكتفوا البحث اكثر من السابق وغيركزوا هاد المره غير على مراه دايره النقاب وعندها جلابه كحله كطلب. غيديروا اللي في جهدهم باش يقدروا يوصلوا ولو غير الراس الخيط، غير شي معلومه بسيطه تقدر تعطيهم فين غيمشيو. حتى لواحد النهار غادي نوصلوا لواحد المعلومه مهمه من واحد الراجل كيمشي يزور الام ديالو في المقبره. قال لهم باللي في هذاك النهار بانت لي واحد المراه منقبه كطلب هنايا في الروضه لابسه النقاب جلابه كحله وبلغه صفراء، ولكن اللي تار الانتباه ديالي هو ان هذيك البلغه الصفراء ديال الرجال ماشي ديال العيالات، وحتى الرجلين كيبانوا كبار. هذا الشيء اللي بقى لاصق ليا في هذه المراه هذه. هنا البوليس بداو كيستجوبوا الناس في هذيك المنطقه كامله لدرجه ان الناس تجمعوا عليهم وبداو كيسولوا كيعرفوا. ومن وسط هاد الناس هادو كان واحد الراجل كيبان عليه انه مدهشر اولا خايف وكيسول واش قدروا يوصلوا لهذيك المراه، شكون هي هاد المراه، واش شدوها البوليس، شدوها ولا مازال، واش في من شاكين. كيبان عليه انه مخلوع اولا كيعرفها اولا عنده شي علاقه بهذا الشيء هذا. هنا هو كيسول وهو مدهشر، واحد الضابط من بعيد كيضرب عليه وشاف ديك الدهشيره ديالو ماشي عاديه، غادي يعيط على
واحد المفتش وغادي يقول ليه شوف معايا هذاك الراجل واش ما بانش لك فيه شي حاجه ماشي هي هذيك. هنا هذاك المحقق او المفتش غادي يقول ليه فعلا هذاك الراجل باينه في كرشو العجينه. غادي يمشي عنده المحقق وغادي يسولو، غايقول ليه شنو سميتك؟ غايقول ليه انا سميتي بن عيسى. هنا باش بداو كيحقوا معاه اكتشفوا انه فيه الشك الكثير. هنا فاش بداو كيحقوا معاه ولا كيدخل وكيخرج في الهضره زادوا شكوا فيه. هنا غيطلبوا اذن من النيابه العامه باش يمشيو يقلبوا الدار ديالو، وفعلا مشاو عنده الدار وبداو كيقلبوا. مع الاسف هما كيقلبوا ما لقاو حتى شي حاجه، ما قدروا يوصلوا حتى شي دليل. حتى بغاو يخرجوا واحد المحقق كتبان لي واحد القفه معلقه في واحد الركينه، قال اجي نشوفوا ديك القفه يقدر يكون فيها شي حاجه. غيجبد ديك القفه فاذا بهم غيتصدموا كاملين، غيلقاو فيها الادله اللي محتاجينهم كاملين: النقاب، الجلابه، البلغه، وهذاك الموس اللي كان كيدير به الجرائم ديالو. هزوا ديك القفه، صوروا الادله ومشاو واجهوا بامر الواقع. قالوا لي ديال من هذا الحجاب وهذا النقاب وهذا الشيء هذا ديال العيالات نشكي دير عندك نتايا؟ قال لهم ودي هذا الشيء راه ديال المرحومه وكنشم فيه ريحتها وراه كنتوحشها وما ساخيش بيا وهذا. المهم البوليس بطريقه ديالهم حاولوا انهم يزيروه ويضغطوا عليه مزيان حتى غادي ينفجر وغيقول لهم انا اللي قتلت هذوك العيالات ثلاثه. وحتى الشهود فاش لبسوه هذيك اللبسه والبلغه، هذاك الراجل اللي شافه في المقبره جابوه البوليس واكد لهم نفس الشيء، قال لهم راه المواصفات ديال هذا المجرم هذا، بمعنى اننا صافي قدام واحد المجرم او قاتل متسلسل. هنا غادي يقول لهم فعلا انا اللي قتلتهم. علاش؟ لانني كنحاول نسرق باش نعيش. انا راجل ما عنديش باش نعيش وما كنعرفش نخدم وما كنعرف ندير حتى شي حاجه. بان لي بلي الحل الوحيد هو انني نسرق هذوك المراوات اللي كيكونوا مخبين الفلوس ولا مخبين الذهب واللي نقد عليهم، والطريقه الوحيده باش نضمن انني نقدر ندخل عندهم الدار بان لي هذا البلان هذا ديال انني ندير راسي مرا سعايه. وفعلا هذا الشيء اللي درت، فوليت كنمشي كندخل على شي مرا كنصفيها ليها، كناخذ الفلوس اللي عندها والذهب اللي عندها وكنخرج ما كيشك فيا حتى شي واحد. كنمشي حتى كنقادي دوك الفلوس يقربوا يتقادا وكنرجع ندير جريمه واحده اخرى. قال لهم كنمشي نفيق الصباح بكري فاش كنبغي ندير شي جريمه، كنفيق الصباح بكري وكنمشي نجلس في المقبره على اساس انني سعايه. وفاش كيوصل الظهر كنكون عارف ان هذيك المراه ما معاها حتى شي واحد وحتى الناس كيدخلوا يديروا القيلوله، فكندخل كنقضي الغارات كنصفيها ليها وكنمشي نغبر. البوليس غادي يسولوه غيقول ليه فين هما الفلوس وداك الشيء فين كديرهم؟ غادي يعترف ويقول لهم راني حافر واحد الحفره تحت هذيك الناموسيه ديالي، غتمشيو وغتلقاوهم تما. وفعلا فاش مشاو البوليس غادي يلقاو عنده بزاف ديال الفلوس والذهب اللي كيشفر مخبي في هذيك الحفره هذيك. بن عيسى اولا السفاح المنقب اللي كان بنادم كيقول عليه السفاحه المنقبه ديال الدار البيضاء، غادي تحكم عليه في اخر القصه بالاعدام. كانت هذه القصه ديال اليوم، قصه حقيقيه من مدينه الدار البيضاء، كنتمنى تكون عجباتكم. ما تنساوش الا ما مشتركينش مازال اشتركوا في القناه ونتلاقاو غدا في حلقه جديده ان شاء الله. تهلاو في روسكم.